الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة في الفيديو السابع من سلسلة مهارات في الإكسل، واللي هنتكلم فيه عن التايم كالكوليشن. ولو انت راجل بتشتغل في البصمة، بتحسب بصمة موظفين وقعد في الشغل كام ساعة وكده، وعايز تتعلم شوية مهارات في التايم كالكوليشن، تعال ما اجي اقول لك على تركاية او كام تركاية كده بسيطة. تعالى انا دلوقتي لو انا عندي جدول زي ده، موظف دخل عندي الساعة 7 الصبح وخرج الساعة 3 العصر، وموظف تاني دخل الساعة 8 الصبح وخرج الساعة 4 وتلت العصر، وموظف دخل الساعة 7 وخرج 3 الا ربع. تعال نشوف انا دلوقتي لو عايز احسب الراجل ده قعد كام ساعة في الشغل عندي، هنحسبها ازاي؟ تمام، هي معادلة بسيطة جدا. هقول له ده ناقص ده هيديني عدد الساعات، صح كده؟ طب بس تعال نشوف الاكسل اللي بيتعامل مع المعادلة دي ازاي، او مع القصة دي ازاي. لو انا جيت قلت له هنا بيساوي وقت الخروج مثلا اللي هو الساعة 3 العصر ناقص وقت الدخول اللي هو الساعة 7 الصبح، فهلاقيه جاب لي ايه؟ 8 AM. طبعا هو قعد 8 ساعات، صح كده؟ بس ايه قصة AM دي؟ لو انا جيت وقفت على الخلية هنا هلاقي ان هو حول لي الفورمات بتاعها لتايم، بس مش ده الفورمات اللي انا عايزه. انا لو جيت دوست هنا دبل كليك وطبقت المعادلة هلاقي هنا بيقول لي 8 وتلت AM، هنا 7:45 AM. برضو كل ده تايم، ده مش عدد ساعات. انا عايز فورمات يقول لي ان ده عدد الساعات 8 ساعات بس من غير AM وBM. طبعا لو انا جيت عكست المعادله، لو انا قلت له ده ناقص ده، تعال نشوفوا ايه اللي هيحصل. انا جيت قلت له بيساوي الساعه 7 الصبح ده ناقص الساعه 3 العصر ودوست انتر، هلاقيه ايه؟ مديني هاشز كده. طبعا انت ممكن تفتكر ان القيمه اكبر من الخليه، فتقعد توسع الكولوم كده عشان يدي لك النتيجه، هتلاقي برضو بيدي لك هاشز. ده ليه؟ ده لان القيمه دي اقل من صفر. تمام، دي 7 الصبح، مع ان السبعة اكبر من التلاتة. هقول لك هي السبعة كرقم 7 اكبر من رقم 3، لكن دي الاكسل مش شايفها 3، الاكسل شايفها 15، لان ده بنظام ال 24 ساعة. فانا لو انا دلوقتي جيت كتبت 3 ونقطتين 00 كده هيشوفها 3 AM، فهيديني النتيجة. هتلاقي فيه هنا النتيجة ايجابية، لان ساعتها الساعة 7 الصبح هتبقى اكبر من 3. تعال ندوس انتر اهي بقت 3 AM، فجاب لي هنا النتيجة الفرق 4 ساعات. تمام، لكن هنا 3 PM الاكسل قاري القيمة بتاعتها اللي هي 15 بنظام ال 24 ساعة، هيديني 3 PM، فبالتالي عشان القيمة دي اقل من صفر فهيديني الرقم. بس برضو في الاخر انا ما حلتش القصة بتاعت عدد الساعات، هو هنا مازال شايفه تايم. تمام، طيب انا عشان احل القصة دي فهاجي هنا هعلم على الكولوم وهختار الفورمات. في فورمات هنا في الكاستم، لو نزلت تحت هنا خالص تمام هتلاقي قبل الفورمات الكبير ده هتلاقي فورمات هنا HMS يعني hours minutes seconds، بس ال H فيه عليها سكوير براكت اللي هو القوس المربع. يعني بص هنا نفس الفورمات بس ال H مفيش حواليها اقواس، لكن هنا ال H حواليها اقواس. تعالى بقى نحط كده الفورمات ده ونقول له اوكي، هتلاقي هنا شال لي AM وBM وجاب لي كده عدد ساعات بس. دي ما زالت هاشز لان احنا عاكسين المعادله. فانا هقول له هنا بيساوي ده ناقص ده، هيديني كده كام؟ هيديني 8 ساعات زي ما احنا شايفين كده بالظبط. طيب عشان ااكد لك الموضوع ده تعالى نعمل حاجه، تعالى نخلي ده كده زي ما كان تايم. تمام، وتعالى نشوف. انا هعمل لك حاجه هنا، هكتب لك مثلا هحط لك تايم، بس التايم ده معاه تاريخ. فهاجي هنا انا بسجل الفيديو هنا في تاريخ كام؟ 7/9/2024. طب تعالى نخلي ده هنسجل الساعة 7 الصبح
بس بتاريخ يوم 6/9. فهاجي هنا اقول له 2024 09/06 يعني ده يوم 6/9/2024 وهدوس مسافة وهحط التايم بتاعي 7:00 هيقول لي الساعة 7 AM. طب هو ليه جايبها لي 7 AM مش جايب لي التايم مع الديت؟ لان انا هنا الفورمات انا قايل له الفورمات بتاع الاثنين كولوم دول انا عامل الفورمات بتاعهم تايم، فعشان كده ظاهر لي التايم بس. لكن لو انت بصيت فوق هتلاقي هنا ان يوم 6/9/2024 الساعة 7 الصبح. وتعالى نخلي ده يوم 7/9 الساعة 8 الصبح. تبص كده 2024 09/07 يعني يوم 7/9/2024 مسافة الساعة 8 الصبح. تعالى كده هلاقي هنا 8 الصبح ودي كده 7 الصبح، بس هنا دي يوم 6/9 ودي 8 الصبح يوم 7/9. تعالى بقى اما نطبق المعادلة دي كده اللي هو هنقول له بيساوي ده ناقص ده، هتلاقيه مديلك كام؟ هتلاقيه مديلك ساعة واحدة بس. فبالتالي هو هنا طرح 8 ناقص 7 8 AM ناقص 7 فادالك ساعة واحدة بس، في حين ان الفرق ما بينهم 25 ساعة. ليه؟ لان ده في يوم وده في اليوم اللي بعديه وبعديها بساعة كمان، فالمفروض ان الاجمالي عدد الساعات يبقى كام؟ 25 ساعة. تعالى بقى نروح نعمل الفورمات بتاعنا كده الجميل. هنا نروح في الكاستم ونختار الفورمات اللي احنا قلنا عليه اللي هو HMS، الاتش حوالين منها سكوير براكت او اللي هو الاقواس المربعة، ونقول له اوكي. بص كده قال لي 25 ساعة، فعلا الفرق ما بينهم 25 ساعة. هنا انا هنا لو انت اخدت بالك فوق ده تايم من غير ده ديت، وده تايم هنا اهو كل ده تايم من غير تاريخ. لكن لما انا حطيت هنا تاريخ يوم 6/9 الساعة 7 الصبح وهنا تاريخ يوم 7/9 يعني بعديها بيوم بعديها ب 24 ساعة وزودت ساعة كمان اللي هي بتاعت 8 الصبح فاداني كام؟ اهو 25 ساعة. يعني انا لو جيت هنا خليت دي 7 AM هتلاقي مديني الفرق ما بينهم ايه؟ 24 ساعة. طبعا لو انت بتحسبها تايم بس المفروض الفرق ما بينهم 0 صح كده، لكن عشان ده في يوم وده في يوم بعد منه فاداني الفرق 24 ساعة. ودي كانت تركايه كده في التايم كالكوليشن هتنفعك قوي لو انت راجل شغال في الاتش ار وبتحسب بصمه الموظفين. الراجل ده دخل الساعه كام وخرج الساعه كام، يبقى قعد عندي في الشركه كام ساعه. فدي تركايه هتفيدك جدا. اتمنى ان الفيديو يا رب يكون عجبك واستفدت منه. لو عجبك واستفدت منه لايك وسبسكرايب وشير عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.